سفير أمريكا. الشراكة الاستراتيجية مع المغرب تعرف اليوم دينامية متميزة. استقبل نزار بركة وزير التجهيز والماء يوم الخميس 2 أبريل 2026 بمقر الوزارة بالرباط ريتشارد ديوك بوكان الثالث سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين لا سيما في مجال البنيات التحتية. وخلال هذا اللقاء أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لأكثر من 250 سنة وتعد من أقدم التحالفات في تاريخ الولايات المتحدة منذ إبرام معاهدة الصداقة المغربية الأمريكية سنة 1786. من جهته أكد السفير أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تعرف اليوم دينامية متميزة تتجلى في تعاون أمني وثيق واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، إضافة إلى تطور ملحوظ في المبادلات التجارية، معربا عن اهتمامه بالاطلاع على الأولويات الاستراتيجية للمملكة في مجال تطوير البنيات التحتية. وفي هذا السياق قدم الوزير عرضا حول أبرز الأوراش والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة خاصة في قطاع الماء، بما في ذلك تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومشاريع نقل المياه، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المائية والبنيات التحتية المينائية ومشروع الربط القار عبر مضيق جبل طارق، فضلا عن إنجاز المنشآت الرياضية والتجهيزات العمومية. كما سلط الضوء على مشروع ميناء الداخل الأطلسي باعتباره ورشا استراتيجيا واعدا، حيث أكد الوزير في الوقت ذاته أن الشركات الأمريكية مرحب بها للمشاركة في طلبات العروض وإنجاز المشاريع بالمغرب، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين.